الأخوة أيها الكرام، أن يطمئنني الله بقربك. اسمع إلى هذه الكلمات. الأخوة أن يطمئنني الله بقربك قائلا: سنشد عضدك بأخيك. الأخوة أن أعتب عليك وليس في قلبي مثقال ذرة ظن أنك ستولي ظهرك إلي وتمضي. الأخوة أن أقول لك بقلب مطمئن أني لا أملك في الدنيا إلا نفسي وأخي. الأخوة أن تقتحم الأهوال. الأخوة أن تقتحم الأهوال وتخوض المهالك وتدفع المفاوز، ثم تنظر خلفك ترى الناس تخلوا إلا أخوك، ثم تنظر خلفك فترى الناس تخلوا إلا أخوك يصارع أمواج الدنيا من أجلك. الأخوة أيها الكرام أن نبقى معا مهما كانت التحديات. الأخوة ليال لا يهون على الوفي أن يتركها للأيام تدريها الرياح كيفما شاءت. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في يوم لا ظل إلا ظلي. تخيل معي أيها الحبيب، والشمس تنزل من رقاب العباد قدر ميل، ويفر المرء من أخيه وأمه وبنيه في هذا اليوم الذي ينادي فيه نوح نفسي نفسي، وعيسى نفسي نفسي، وموسى نفسي نفسي. ينادي كل نبي من أنبياء الله نفسي نفسي، إلا أنك تسمع نداء من الرحمن ينادي: أين المتحابون في جلالي؟ وأنت ترى العرق يلجم الناس إلجاما في هذا اليوم، فمن يطيق حر هذه الشمس إلا أن الله يبشرك يومها لينقذك من هذا الحر. فهو لا يريدك أن تعيش كما يعيش الناس، وهو لا يريدك أن تقف كما يقف الناس. فينادي الله جل في علاه: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في يوم لا ظل إلا ظلي. هنيئا لمن أحب في الله، هنيئا لمن تآخى في الله، هنيئا لمن لم يحب من أجل دنيا فانية ولا لأجل مال ولا لأجل جمال. هنيئا لمن أحب لله وفي الله ومن أجل الله جل